رمضان كريم عليكم ويا رب كل أيامنا ربنا كريم علينا فيها. عامل فيديو النهاردة بقى علشان الهندمة. كنت عند بتاع الخضار فبجيب خيار، فبقول للراجل إيه، الولد بقول له يا ابني هو الخيار ما بقاش في بلدي خلاص كله بقى صور. فالولد بيرد عليا ويقول لي إيه، أنت عارف الناس بتحب المظاهر والخيار البلدي بيبقى بشكله وحش، فاهم؟ الخيار الصوب هو بقى عادل كده وبتاع ومش عارف ايه وطالع. فقال لي انت عارف يعني اي حد ايه، آه، يلبس بدلة ويركب عربية يبقى برنس. طبعا هو قال الكلمة ديت وانا قلت ايه عادي، يعني ايه، الولد بيعبر عن ذاته يعني مفيش مشكلة. لكن بعدها فكرت كده مع نفسي وقلت هو ايه الموضوع، يعني ايه العقدة اللي بيضحك علينا بيها باسم الاهتمام بالمظاهر؟ مفيش حاجة اسمها ده في ناس بتهتم بالمظاهر، ودي حاجة بقى يعني حاجة مش صح وبيخليك ما تهتمش انت بمظهرك. يعني ليه يقول لك تهتم بمظهرك؟ خليك طبيعي كده وعلى طبيعتك. لا، الاهتمام بالمظاهر دي حاجة اسمها الهندمة. اه بالفعل البرنس او الامير كنت تلاقي دايما الفئة اللي هي الملكية ديت تلاقيه دايما بيهتم بمظهره ودايما يبقى حالق دايما مش عارف ايه، يقول لك ده برنس. زي الفيلم بتاع الايدي الناعمة، تلاقيه ما فيهوش معهوش ياكل، مش لاقي اكل بس الا والا لازم يكون لابس فالاهتمام بالمظهر دي مش حاجه غلط، دي حاجه مهمه ولازم نتعلم ان احنا نهتم بان احنا نهندم نفسنا. يعني تصحى الصبح تحلق دقنك، تظبط هدومك، تظبط اللي انت لابسه مكوي، ما تبقاش حاجه مكرمشه. فالهندمه دي حاجه صحيه، صحيه ليك على المستويات بقى، عده مستويات. على من ناحيه طبعا الجسديه، يعني انت النظافه من الايمان يعني وما يحصلكش امراض وحاجات زي كده. الهندمه مفيده للصحه النفسيه، لان انت طول ما انت مهندم، طول ما انت شايف نفسك كويس، فكل ما انت بتتطور، كل ما انت عندك طاقه تخليك دايما تبقى احسن. لكن ان انت تخلي كلمه الهندمه او الاهتمام بالمظاهر دي يعني شايف إيه؟ ده هيخليك انت ما تعرفش تطور من نفسك. رسالة بقولها للناس كلها، الهندمة والاهتمام بالمظاهر ده شيء مهم جدا. طبعا الأهم الاهتمام بالمظاهر، الاهتمام بقى في الساعة اللي احنا فيها دي والدف كويس. وكل سنة وانتم طيبين.